ابدأ بالغلط بس ابدأ. السلام عليكم. بص يا صاحبي، انا مش جاي اقول لك ان كل حاجه تمام، ولا اقول لك اني ماسك الدنيا من اولها. بالعكس، انا في تالتة ثانوي وعدى 3 شهور من الثانوي، بس فعليا لسه مش حاسس إني دخلت الجو فعلا. انا بدأت اذاكر بس المشكله ان حاجات كتير بدأت تتراكم، ومش بحل ومش عارف ده صح ولا لا. كل ما افتح الكتاب احس اني مش قادر اكمل، مش لاني صعب، لا، لاني ببساطه خايف. خايف احل واغلط، خايف اراجع وانسى، خايف اكون ببذل مجهود وفي الاخر اوصل لولا حاجه. بس الصراحه في لحظه كده وقفت مع نفسي، قلت ده الخايف لحد امتى؟ هو الغلط عيب ولا العيب الحقيقي ان اهرب منه ومجربش اصلا؟ كلنا بنتوتر وكلنا بنتلخبط، بس اللي بيكمل هو اللي بيوصل. انا بدات اكتب مهامي، اظبط يومي، اتعلم من غلطاتي، افهم ان الحل هو الطريق للفهم، مش نتيجه ليه. كل سؤال بغلط فيه هو فرصة، مش خيبة. أنا دلوقتي بحاول، ببني نفسي واحدة واحدة حتى لو ببطء. المهم إني ما وقفتش. أنت كمان لو زيي صدقني مش لوحدك، بس لو فضلت مستني المثالية هتتعب. ابدأ من دلوقتي، بلاش بكرة، بلاش بعد كده. ابدأ بالغلط بس ابدأ. دمتم في أمان.